الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف بكف لحد ما تهت وعقلي ده خف. أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيسة بجد أما دي حتة تدبيسة. خدت الكوبري مع الترقيصة دي جاتلي منين؟ أنا كنت متأكد إنكم هتنجحوا في المهمة. أمال لازم تعرف يا يحيى إنك سايب وراك رجالة. أقصد بابا يعني، إنما أنا بنوتة وماما ست زي القمر. يا حبيبتي يا حبيبتي. كده إحنا أخيراً في إيدينا عدد كبير من خيوط اللعبة اللي مع دكتور عجيب. فاضل بس أقدر أخلي التعويذة اللي معاه ملهاش أي لازمة. طب ما أنت بتقدر تعمل كده بالتمثال اللي معاك. أنا فاهم يحيى كويس ومبسوط إنه بيفكر كده. هو عارف إن التمثال ده مش من حقه. طبعاً يا بابا أنا اقتنعت بكلامك، بس اللي خلانا ما نسلمش التمثال إن الدكتور عجيب كان سرقه، ودلوقتي بعد ما رجعناه لازم نلحق نسلمه بسرعة. أيها الكاهن، لازم تطلع من البحر الحلية اللي على شكل سمكة اللؤلؤ. أمرك يا سيدي. شكراً لك يا سيدي. أنا بشكرك أيها الكاهن لأنك فعلاً ساعدتني ألاقي الحلية بتاعتي، ودلوقتي أنا ممكن أكمل عزف الموسيقى والألحان وارجع سعيدة من تاني. الله عليك يا كنوز. برافو يا كنوز، برافو 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 يا كنوز. برافو برافو يا حبيبتي. برافو يا كنوز. ما تنساش الجبنة الرومي بالقشطة. يا سلام يا ولاد، يا سلام، شاطرين. معقول أنا مثلت قدام الناس دي كلها؟ معقول ما غلطتش ولا خفت ولا جريت استخبى؟ شفت بقى يا مازن، لما صدقت ووثقت في قدراتك قدرت تظهر مواهبك للناس، مش تشوفها جوه عقلك بس. رغم إني كنت خايفة الأول من الدور، لكن أول ما شفت الجمهور قدامي واندمجت حسيت قد إيه المسرحية دي هتبقى حلوة وهتعجب الناس قوي. يا كنوز، الجملة دي محتاجة تكوني ضيفة برنامج حواري كبير وتقوليها في تصريح ليكي وتزودي قد ايه تعبتي وازاي وصلتي لمفاتيح الشخصية. اي خلاص. انت بتقول فيها مسير اكون ضيفة مع صاحبة السعادة. وانت يا مازن؟ لا أنا بحب CBC سفرة أكتر. احنا متشكرين جدا ليك يا يحيى. يا ريت كل الناس تعرف ان دي ثروة قومية ملك للبلد. العفو يا فندم، ده واجبي، ونصيحة بابا هي اللي عرفتني اني لازم اسلم التمثال. بس هو وصلك ازاي التمثال ده يا يحيى؟ كان هدية من الملك رمسيس الثاني واحنا في رحلة أسوان. ايه؟ يقصد يا فندم هدية من الأرض الطيبة. لقاها وهو في رحلة أسوان مع المدرسة. هو يحيى كده بيحب يهزر. طيب يلا علشان نتصور سوا. كده يا يحيى عامل لي فيها بطل قومي وبتسلم التمثال، فرحان بالصورة اللي نزلت لك في الجرايد. هنشوف يا يحيى أنا ولا أنت في الآخر. أنت ولا هو إيه بس يا دكتورة؟ ده خد منك كل حاجة. وأنت كنت فين؟ دخلوا عليك كتفوك وخدوا التمثال والبرديات يا غبي.
كانوا اكتر مني يا دكتورة، وانت عارف الكترة تغلب الشجاعة. مش هتقولي بقى ايه اللي حصل في المغامرة الأخيرة؟ وبعدين انت راجع لوحدك ليه؟ امال فين سرحان؟ لا ما حصلش حاجة، هي مسألة وقت وهنرجع نجيبه تاني. المهم دلوقتي انا لازم اعرف يحيى بيفكر في ايه. وانا عاوز اعرف سرحان مرجعش معاك ليه؟ تفتكر يا يحيى الملك رمسيس هيزعل انك سلمت التمثال اللي اداهولك هدية؟ الملك رمسيس ممكن يزعل لو أنا ضيعته، لكن التمثال لما يكون مع المتخصصين هيحافظوا عليه أكتر مني، وده مستحيل يخليه يزعل. يا سلام عليك يا يحيى، بتقول حكم يا حبيبي. غريبة، مش ده يحيى اللي كنت خايفة عليه عشان لعبي وما بيذاكرش؟ لا ده كان زمان، انما دلوقتي يحيى ابني عقله يوزن بلد. طب وانا يا ماما؟ انتي ست الكل يا كنوز يا حبيبتي. اي ست يا كنوز يا حبيبتي عقلها يوزن قارة مش بلد بس. ولا انت ايه رأيك؟ طبعا يا حبيبتي. ودي فيها كلام؟ يا جماعة خلونا في المهم. أنا والأستاذ عصام والأستاذ شريف وصلنا لفكرة حلوة بخصوص البرديات اللي أنا بكتبها، بس نص بردية الحياة دي أنا مش عارف أعمل بيها إيه. ببساطة ضمها مع باقي البرديات. أضم إيه يا كنوز؟ إذا كان هي مجرد نص بردية، لسه النص التاني. يبقى لازم تلاقي الجزء الناقص منها يا يحيى. ولو جيت أنا بقى وجبتها لك؟ هي دي فردة شراب ضايعة يا ماما، دي بردية مش عارفين هي اتكتبت في أنهي عصر. هو أنت قلت لي عجيب لقى نص بردية الحياة دي فين؟ في قبة الهوا، مقابر النبلاء اللي في أسوان. يبقى هي دي بدايتك يا يحيى. أنت تقصد أروح أدور هناك تاني؟ المرة دي بقى رجلي على رجلك. سينو، أنا قلت مش هنشوفك تاني. بقى كده يا سينو يا وحش، ما تسألش علينا. أنا من وقت ما أكلت الفول اللي بالخلطة السرية بتاعتك وأنا بتعالج عند أكبر كهنة المعدة في كلمة يا أم يحيى. خلاص يا سينو بقى، ما يبقاش قلبك اسود كده. خلاص بقى يا سينو، ركز معايا، احنا لازم نرجع لقبة الهوا مرة تانية. عرفت حاجة جديدة يا يحيى؟ عاوز اشوف بنفسي غرفة الدفن اللي لقى فيها دكتور عجيب الجزء اللي معانا من بردية الحياة. كده بقى لازم نغمض عينينا. صح؟ صح، شاطرة يا كنوز. في غرفة من دول يا يحيى الدكتور العجيب لقى الجزء الخاص بالبردية. مش عارف انهي واحدة فيهم بالظبط. هو كان بيتحرك بسرعة ما بين كل غرف الدفن، لكن أنا متأكد إنه بعد ما خرج من دي أو دي كان معاه نص البردية. طيب وهي دي غرفة دفن مين يا سينو؟ دي غرفة دفن شخص من كبار رجال القصر اللي عاشوا في زمن الملك نختنبو الثاني، آخر ملوك الأسرة 30 في مصر القديمة، وكان ليه دور كبير في تقبل شعب كيميت لحكم الإسكندر الأكبر عن طريق الحيلة اللي فكروا فيها. سينو، طب والغرفة دي يا سينو؟ حاجة تجنن. ازاي مش عارف الغرفة دي تخص مين؟ حتى النقوش اللي عليها مش واضحة. خلينا في الغرفة الأولى، يمكن نلاقي اللي بندور عليه. الرحلة من غزة لمنف كانت طويلة ومش سهلة أيها الكاهن. مش الرحلة بس اللي هتكون مش سهلة يا سيدي، الأيام اللي جاية مليانة بالصعوبات. ليه بتقول كده؟ شعب كيميت مستحيل يقبل حكم شخص أجنبي الأرض أيها الإسكندر. وهي دي مهمتك أيها الكاهن، لازم شعب كيميت يوافق على حكمي. مش كده وبس، لازم يحس إني واحد منهم، مش مجرد ملك أجنبي وخلاص. أنا مؤمن إن الأرض دي عظيمة وهوسع حدودها وهبني مدن جديدة تابعة لكيميت. يبقى ما قدامناش غير حل وحيد، النبوءة اللي هتخلي الشعب يصدقك. اللي انت بتقوله ده خطير، ولو اتنفذ كل حاجة في كيميت هتتغير. التغيير ده لو في مصلحتنا يبقى أهلا بيه، وبعدين هتفرق معاك حاكم من شعب كيميت أو حاكم أجنبي؟ لو ما فرقتش معايا أو معاك هتفرق مع شعب كيميت، الشعب اللي حارب سنين عشان حريته تحت راية حكام اتولدوا وكبروا على الأرض دي. شعب كيميت شعب كيميت بيسمع كلامنا.
واحنا اللي هنحدد اللي مصلحتنا معاه، وهنوصل للشعب انه حاكم صالح وهيراعي امور البلاد. شعب كيميت ممكن يسمع كلامنا في كل حاجة إلا حرية بلاده. أنا مستحيل هساعدك في خطتك الشريرة دي. وانا مش هسيب اي حد في حاله ممكن يهدد نجاح خطتي. يا شعب كيميت العظيم، بلادكم بتمر بظروف صعبة، طمع وضعف وخوف، وأنا واللي زي بس من الكهنة المخلصين لكيميت وشعبها اللي معانا مفتاح الخلاص. اوعوا تسمعوا كلام حد تاني مهما كان هو مين. ايه اللي بيحصل يا سينو؟ كيميت بتشهد عصر جديد يا يحيى، كل حاجة اتغيرت. طب احنا هنا في الأسرة الكام يا سينو؟ ومين الملك في الزمن ده؟ دلوقتي لا في ملك ولا أسرة، والخطر الحقيقي واقف على حدود كيميت. تقصد ايه يا سينو؟ في عهد الملك نختنبو الأول في الأسرة 30 بدأ الفرس يهاجموا كيميت، فضلوا يقاوموا ويحاولوا، لكن للأسف الفرس قدروا ينجحوا في دخول كيميت. بعدها ظهر فرسان كتير للمقاومة، كان منهم خباباش واللي بقى ملك لكيميت، لكن اسمه ما اتكتبش كآخر ملوك كيميت. قاوم وقدم كل اللي يقدر عليه لحد ما ساعد في هزيمة الفرس وخروجهم، وبعدها أصبح كرسي الحكم في كيميت فاضي. ولحد دلوقتي محاولات الاحتلال الأجنبية مستمرة. ياه، دي فعلا بداية عصر جديد. بداية عصر جديد ونهاية فترة عظيمة. صدقني يا يحيى، السر دايما مش في الأشخاص، السر في الحكاية اللي بنعيشها. هو المكان هنا بيجذب أي حد وممكن يعمل أي حاجة عشان يقدر بس يسيطر عليه. طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا يحيى؟ هنا مفيش ملك تظهر له وتقدر تبهره وتقول له اللي هيحصل. أنا اللي لازم أظهر له فعلا هو الكاهن اللي أنا أصلا جاي علشانه، ومحتاجة أعرف منه حكاية بردية الحياة، وبعدها نشوف إيه اللي هيحصل. أنا كنت بنقذ كيميت من الضياع. غريبة إنك دخلت في الموضوع على طول من غير ما تقولي أنت مين ولا ظهرت كده إزاي. وإزاي هسأل واحد من أعوان أمون عن ظهوره أو اختفائه؟ أمون؟ لا، أنت فاهم الموضوع غلط. أنت مين بالظبط؟ وعاوز مني إيه؟ بص، أنا مقتنع إني مقدرش أغير حاجة حصلت فعلا، بس أنا عاوز أعرف منك سر ممكن بيه أغير حاجات كتير هتحصل لسه. عمري ما هديك الأمان وأنا ما أعرفش أنت مين. قول اللي عندك الأول وبعدين أقرر هعمل معاك إيه. بردية عنخ، تعرف عنها إيه؟ بردية عنخ؟ الحياة تقصد؟ أيوة، بردية الحياة اللي فيها سر الشباب الدائم. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ خد بالك، أنا عارف كل حاجة عنك، وعارف أنت بتخطط لإيه كويس، ومش همشي من هنا غير لما أعرف حقيقة بردية عنخ. وأنا هقول لك كل حاجة بس بشرط. شرط إيه؟ مش هينفع دلوقتي أحكي لك أي حاجة. لو عاوز تعرف كل حاجة قابلني بكرة في نفس المكان. وليه مش دلوقتي؟ بكرة زي دلوقتي، اوعى تتأخر. أما نشوف إيه حكاية بردية عنخ دي كمان. مغامرة، رحلة على الأرض السمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طالعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف كف لحد ما تهت وعقلي ده خف. أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيسة بجد أما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة دي جاتلي منين؟
الدنيا عجيبة، بس أنا وكنوز لعيبة بنفوت في الصخر سوا. أنا غاوي وفضول أعمل لي بلاوي، إنما قلبت لحكاوي كانت في طريقنا دوا.